السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتاني اليوم تعليق جميل جدا، وهو: ماذا كان يحصل معك يا أبو أحمد عندما كنت تقرأ منذ سنة ونصف سورة البقرة 4 مرات كل يوم؟ الحمد لله رب العالمين. عندما كنت أقرأ سورة البقرة 4 مرات كل يوم، سبحان الله، تأتيني برودة وسخونة في الأقدام، ويأتيني ألم في البطن، نعم، وأريد أن أنام كثيرا بشكل غير طبيعي. مثلا لو استيقظت الظهر أريد أن أنام، عندما أقرأ سورة البقرة ويأتيني النعاس فأغسل وجهي بالماء، وخصوصا بالماء المرقي الذي يقرأ عليه سورة البقرة والقرآن الكريم. نعم، الحمد لله على كل حال. نعم، ورأيت نفسي أنني أتحسن في جميع الأحوال في حياتي بعد تاريخ 9/6/2023، بعد أن شاهدت حلقة عن سورة البقرة للأستاذ محمد حجازي، ويقول الأستاذ محمد حجازي أن سورة البقرة هي عقلك المدبر، وسورة البقرة وحي إلهام. سبحان الله. نعم، وقال الأستاذ محمد حجازي: اقرأ سورة البقرة 4 مرات كل يوم لمدة شهر ونصف أو شهرين، وسوف تشطح إن شاء الله جميع السقطات. وفعلا طبقت كما قال الأخ محمد حجازي، جزاه الله عنا كل خير. وسبحان الله، منذ أول 3 أيام شعرت بنفسي أنني شلحت جميع السقطات، ولكنني أكملت من أجل أن أكون إن شاء الله في دنيا سعيدة، وأن يرضى الله عني وعنكم جميعا إن شاء الله. ورأيت سبحان الله أن سوريا سوف تتحرر بفضل من الله وكرمه، وثم قراءة سورة البقرة والقرآن الكريم والاستغفار. وكنت لا أخفيكم سرا، لا أستطيع إلا أن أقرأ سورة البقرة 4 مرات في اليوم، و30,000 أو 35,000 استغفار كل يوم. وأحيانا سبحان الله يعطيني الله مدد من عنده وأخرج إلى 40 أو 50,000 استغفار. ومرة وصلت بفضل من الله وكرمه إلى 60,000 استغفار مع سورة البقرة 4 مرات. بعض الناس تقول أنني لا أستطيع الوصول إلى أعداد كبيرة من الاستغفار. تستطيعون بفضل من الله وكرمه، ولكن الشيطان يلعب بعقولكم، لا تردوا على الشيطان أبدا أحبتي. نعم، والآن أريد أن أقرأ أيضا سورة البقرة 4 مرات مرة ثانية، من كثرة ما وجدت منها من الخيرات والبركات في البيت، ومن صلاح الأولاد، ومن التيسير في الأمور. سبحان الله. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام سيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نعم، إنها تقضي على الشياطين وتحرقهم بفضل من الله وكرمه. نعم، رأيت الدنيا حلوة جميلة جدا عندما بدأت بقراءة سورة البقرة 4 مرات كل يوم. وبعد شهر ونصف من قراءة سورة البقرة، كما أسلفت وقلت سابقا، استيقظت ليلا وكأنني آكل أطلع إيدي، بوجعوني إيدي كتير، 2 إيدي عم بوجعوني كتير. استيقظت ليلا وذهبت إلى الحمام أعزكم الله، وتقيأت بعض القيء. سبحان الله، أعزكم الله، يعطي على لون الأصفر وهكذا. وبيومها ارتحت كثيرا، ومنذ أن تقيأت صرت أقرأ البقرة 3 مرات شهر، وبعد ذلك 2 شهر، وإلى الآن الحمد لله من سنة ونصف إلى الآن أقرأها مرة واحدة. نعم، لا تردوا على المثبطين والمحبطين والمنظين أبدا، وخصوصا هذا مجاهد. سبحان الله، أهل المغرب أحبهم جدا، ولكن هذا مجاهد الذي يدعي أنه
يفسر الرؤى والأحلام، وقناته سيئة جدا سبحان الله. نعم، إنه لا يريد أن نقرأ سورة البقرة ولا يريد أن نستغفر كثيرا. نعم، وليس معه علم أصلا، ويدعي أنه من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تصدقوه أبدا. نعم، وأيضا هذه سندس اللعينة التي تهاجمنا دائما وأبدا بكثرة الاستغفار، وتقول عنا إنه لا يجوز الاستغفار الكثير. من قال لك يا سندس اللعينة أنه لا يجوز الاستغفار كثيرا؟ نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ورأيت نفسي بعد قراءة سورة البقرة سبحان الله أنني شفيت من جميع الأمراض وقوي نظري. نعم، وكسرت النظارة الطبية كما قلت لكم. وفي دكتورة علقت لي تعليق قالت: يا أبو أحمد، ما حصل معك معجزة؟ بعد سن 40 الجميع يصير عندهم يعني بشوفوا القرآن من بعيد ولا يروه من قريب، وصرت أقرب القرآن وأرى أفضل سبحان الله. نعم، قالت: الذي صار معك يا أبو أحمد معجزة، شفيت من الكولون العصبي الحمد لله، وشفيت بالنظر أيضا، كسرت كما قلت النظارة الطبية. نعم، وتحسنت الحمد لله أحوالي، والبيت صار فيه سهولة. ولكن كنت أريد أن أنام كثيرا عندما كنت أقرأ سورة البقرة 4 مرات في اليوم. نعم، والشيء الآخر هو أن البركة في البيت، كل شيء تراه جاهزا سبحان الله، كأن الناس تخدمك، وحتى أعدائك سبحان الله يصبحوا صحبة معك ويريدوا خدمتك سبحان الله. نعم، هذا ما حصل معي عندما كنت أقرأ سورة البقرة 4 مرات. نعم، وكما قلت كنت أقرأ سورة البقرة 4 مرات سبحان الله، و30 أو 35 ألف استغفار، وبسهولة ويسر، وكانت من أحلى أيام حياتي هذه الشهر ونصف. والآن إذا أراد الله سبحانه وتعالى سوف أعيد سورة البقرة 4 مرات لمدة شهر أو شهرين أيضا، لأنها لذة ليس بعدها لذة، وحلاوة ليس بعدها حلاوة أبدا. ونحن نريد أحبتي الآخرة، نحن نريد الآخرة، ليس كما يقول مجاهد أننا نستغفر من أجل الرزق من أجل المال، وهو يجوز أن تستغفر من أجل الرزق ومن أجل المال، على أن تشلح السقطات والذنوب وذنوب الخلوات، وأن لا تتكلم في الغيبة والنميمة. نعم، إنهم يريدون أن يقول للناس أن لا تستغفروا أبدا. لماذا لا تستغفروا؟ رب العالمين قال في القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، هؤلاء المثبطين والمحبطين لا ترد عليهم أبدا، وسوف إن شاء الله تكون حياتكم سعيدة جدا. لماذا أخي تجلس وتقول مثلا ما عندي رزق، ما عندي وظيفة، ما عندي زوجة؟ يا أخي ابدأ بالاستغفار، بعد الاستغفار بشهرين 3 مثلا بأعداد كبيرة، وأنا لا أحدد لك يعني سقف مرتفع كما تريد، ولكن من أجل أن لا تنزل كثيرا بالاستغفار. الاستغفار الكثير شاهدت ولاحظت معي أنه لا يفيدني كثيرا. الاستغفار الكثير أراه يفيدني، وأتقدم دائما بحياتي، يوم عن يوم أتقدم في الحياة الحمد لله رب العالمين. نعم، وعندما تقرأ سورة البقرة يعني عندما تنام تشعر بإحساس يعني سعيد جدا، مبسوط جدا، حياة سهلة ميسرة، وتلتزم أيضا بصلاة الجماعة في المسجد، وتنتظر من الأذان إلى الأذان لكي تتوضأ قبل ربع ساعة أو نصف ساعة كما يحصل معي للصلاة، أجهز حي صلاة الجماعة، وتصبح تبلغ آية كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم أحبتي، نحن نبلغ آية. أنا لست شيخ ولست عالم أبدا، إنما عندي تجربة شخصية، أبلغ آية الآن الحمد لله رب العالمين بفضل من الله وكرمه. نعم، أنا لا أدعي العلم ولا أدعي أنني عالم ولا أدعي أن أنا شيخ، ولكن أنا كما قال صلى الله عليه وسلم أبلغ آية. نعم، قراءة سورة البقرة 4 مرات بفضل من الله وكرمه تشلح فيها جميع السقطات
وسبحان الله لا تنظر إلى النساء ولا تتفرج على الأفلام الإباحية. حتى المدخن إذا أراد أن يمتنع عن التدخين ويمتنع بسهولة ويسر بفضل من الله وكرمه، يقرأ سورة البقرة 4 مرات وسوف لن يدخن أي سيجارة بفضل من الله وكرمه. لا تستمعوا إلى المحبطين والمثبطين، نعم، والمنظرين، وقولوا لهم ماذا أعطونا تجربتكم، ماذا قطفتم، ماذا فعلتم في هذه الحياة الفانية، أعطونا تجربتكم، ولا تثبطونا ولا تحبطونا بقراءة سورة البقرة 4 مرات والاستغفار الكثير. نعم، الاستغفار الكثير يجلب لكم الأرزاق، يجلب لكم الذرية الصالحة، ييسر أموركم وتصبحوا دعاة للإسلام وتصلوا صلاة الجماعة في المسجد بإذن الله. وكما قلت لكم تتوضأوا قبل الصلاة بربع أو نصف ساعة. نعم، لا تردوا عليهم أبدا، إنهم محبطين مثبطين، لا يريد أن تستغفروا ولا يريد أن تفتح عليكم أبواب الدنيا. نعم، طلب الرزق في الدنيا ليس حرام وليس عيبا. وكما شاهدتم فقد تحررت بفضل من الله وكرمه سوريا كلها، نعم، بفضل الاستغفار وبفضل قراءة القرآن وسورة البقرة. نعم، لقد خلع الملك عن هذا الرئيس المخلوع، الرئيس المجرم بشار الأسد، الذي لم يعرف كيف يهرب إلى روسيا الكافرة. نعم، إنه إنسان يعني سيء جدا، وسبحان الله خلعه الله بلحظة واحدة بفضل من الله وكرمه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لقد هرب إلى روسيا بلحظة واحدة. نعم، لقد سقط ملكه وسقط عرشه هذا المجرم. وشاهدت يعني ولد وعمره لا يتجاوز 10 سنوات ينتظر أبوه في سجن صيدنايا. سبحان الله، منذ أن ولد لا يعرف أبوه، قبض عليه الأمن السوري المجرم منذ أكثر من 10 سنوات وينتظر أبوه ليلتين 3 بالعراء، الطفل وعمه، وهناك أناس كثير مفقودين. وإذا قال الواحد مثلا معتقل رأي سموه، إذا كان قال بسوريا الفرن زحمة يقول له أنت معتقل رأي. مخابرات وعالم وناس، نعم، أين هم؟ سبحان الله، لقد خلعهم الله جميعا وخلصنا منهم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حجم الكرسي والعرش وما بينهما. يا رب لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. يا رب لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. نعم نعم أحبتي، نعم أخوتي أخواتي، اعتمدوا على الله فقط ولا تعتمدوا على أشخاص. نعم، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ لقد سقطوا جميعا. نعم، سبحان الحي القيوم الذي لا يموت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم نعم أحبتي، عليكم بسورة البقرة 4 مرات، سوف تفتح جميع السقطات وسوف تكون حياتكم سعيدة ميسرة سهلة، وتأتيكم الأرزاق من حيث لا تحتسبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.